السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الجوزاء بتاريخ 11/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجوزاء. على الصعيد العام الجوزاء داخل على مرحلة من أغرب وأهم المراحل اللي مرت عليه من فترة طويلة جدا. مرحلة عنوانها الأساس: أنا غيرت نظرتي لكل حاجة. أنت مش مجرد شخص الظروف بتلعب فيها جوزاء، لأ، أنت دلوقتي بقيت الشخص اللي بتلعب في الظروف نفسها. الفترة اللي فاتت كانت مليانة صراع داخلي وتفكير زايد وقلق ومحاولات إنك تكون قوي قدام الناس حتى لو جواك مكسور أو تايه. لكن الطاقة دلوقتي بتقولك يا جوزاء إنك بتبدأ تشوف نفسك بشكل أوضح وتفهم إنك ما كنتش ضعيف، إنت كنت بس بتستنزف نفسك مع ناس مش شبهك. كمان في أمنية قديمة جدا كنت شايفها مستحيلة أو بعيدة، الأمنية دي يا جوزاء رجعت تظهر لك تاني على الساحة، بس المرة دي بشكل مختلف، بشكل واقعي قابل للتنفيذ، وكأن الحياة بتقولك المرة دي الدور عليك، لو ما سكتش الفرصة بإيدك مش هتستناه. في تغيير في الدائرة الاجتماعية عندك يا جوزاء، ناس بتبعد وناس بتقرب، وده كله لمصلحتك حتى لو شكله موجوع في الأول. يا جوزاء انت بتخرج من مرحلة العشرة من غير قيمة وبتدخل في مرحلة العشرة اللي ليها معنى. في طاقة سفر، مش شرط تكون سفر بعيد، لكنها نقلة فكرية ونفسية كبيرة، كأنك بتسيب نسخة قديمة منك أقوى وأوعى. أما على الصعيد العملي، عمليا الجوزاء داخل فترة اختبار حقيقي لقدراته. الشغل مش سهل والمطلوب منك مش قليل، لكن الطاقة بتقولك إنك عندك كل الأدوات اللي تخليك تكسب الجولة دي يا جوزاء. كمان في مسؤوليات كانت تقيلة عليك يا جوزاء ويمكن حسستك إنك محاصر أو إنك شايل أكتر مما اتحملت، لكن الحقيقة إنك أثبتت لنفسك إنك قد الحمل ده حتى لو اتأخر شوية. كمان في مشروع أو أفكار كانت متعطلة أو كانت واقفة مكانها أو كنت خايف تاخد فيها خطوة قبل كده. الفترة الجاية هتبدأ تتحرك يا جوزاء، بس مش بسرعة، بخطوات محسوبة، وده في صالحك جدا. كمان في شخص في محيط عملك بيراقب شغلك وملاحظ مجهوداتك، وممكن يكون سبب في نقلة كبيرة ليك قريب. لكن خد بالك يا جوزاء، في طاقة غيرة أو منافسة، حد مش عاجبه إنك بتنجح بهدوء، فخلي خطواتك ذكية الفترة دي ومتحكيش خططك لأي حد. لو كنت بتفكر تسيب مكانك أو تغير مسارك المهني، الطاقة بتقول إن التغيير وارد، لكن الأفضل يحصل لما يكون مهيأ ماديا ونفسيا، مش بدافع الهروب. أما على الصعيد المالي، ماليا الجوزاء في مرحلة شد الحبل من الناحيتين، في فلوس داخلة وفي فلوس طالعة وفي مسؤوليات مالية كبيرة شاغلة بالك، لكن في خبر كويس جدا: الضيق مش دايم والرزق بيتفتح بشكل تدريجي مش دفعة واحدة علشان تتعلم تدير النعمة. كمان في فرصة في شغل جانبي، مشروع بسيط أو مصدر دخل صغير، المصدر ده ممكن يكبر مع الوقت ويبقى أساسي، بس لازم تبدأ فيه حتى لو بخطوات متواضعة. الفترة اللي جاية دي هتعلمك يا جوزاء قيمة كل جنيه، معنى الأمان المادي، وإزاي تحافظ على فلوسك بدل ما تضيع منك بسرعة. كمان ابعد عن المجازفة الزايدة والديون الغير ضرورية والمصاريف اللي هدفك بس إثبات الذات قدام الناس، لأن الخير اللي جايلك محتاج تكون جاهز له مش مكسور ماليا. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا دي أكتر منطقة حساسة في القراءة كلها يا جوزاء. الجوزاء داخل على حالة اسمها أنا محتاج حب حقيقي مش علاقة والسلام. في جرح قديم لسه مؤثر، في خيبة وفي انتظار فيها شخص كان في بالك فترة طويلة ويمكن لحد دلوقتي، بس الطاقة بتقول إنك وصلت يا جوزاء لمرحلة مفصلية، يا إما تكمل وتسامح وتفتح قلبك من جديد، يا إما تقفل الصفحة دي للأبد وتختار نفسك. كمان في طاقة رجوع، رسالة تطبيق، مكالمة، مواجهة، أو حتى لقاء بالصدفة. الشخص ده لسه بيفكر فيك ولسه شايلك في قلبه،
لكن بينه وبين الخطوة خوف، تردد، وماضي تقيل عليه. لو انت مرتبط يا جوزاء في فترة اختبار للعلاقة، يا اما تكمل اقوى يا اما تنهي بهدوء بعد تعب. ولو انت عازب في شخص جديد داخل حياتك بشكل مختلف، مش اعتماد على الابهار لكن اعتماد على الامان، شخص بيطمنك مش بيستنزفك. والحب الحقيقي هيجي ليك لما تبطل تدور عليه في الناس الغلط. أما على الصعيد الصحي، صحيا الجوزاء محتاج يركز جدا على أعصابه ونومه وضغطه النفسي. انت شايل كتير في عقلك يا جوزاء وبتحل كتير في سرك، وده عامل لك إجهاد كبير حتى لو شكلك من بره هادي. في تعب من التفكير والسهر، من الإرهاق العقلي مش الجسدي. الطاقة بتنصحك يا جوزاء بتنظيم نومك وتقلل استخدام الموبايل قبل النوم، وتدي لنفسك وقت هدوء حقيقي بعيد عن أي ضغوط. مفيش مشكلة صحية خطيرة ظاهرة يا جوزاء، لكن في تحذير إن الإهمال ممكن يراكم تعب ويحوله لمشكلة. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا الجوزاء عنده طاقة نجاح قوية جدا، بس النجاح هنا مش سهل لأنه محتاج تركيز وانضباط وتنظيم في الوقت. في امتحان أو مرحلة مهمة تأجيلها ممكن يضر، ومواجهتها دلوقتي في صالحك. انت يا جوزاء ذكي بطبيعتك، لكن الذكاء لوحده مش كفاية، لازم معاه مجهود. وفي خبر كويس، اللي انت خايف منه دراسيا مش صعب زي ما بتتخيل، لكنه محتاج شوية جراءة بس. الخلاصة النهائية ليك يا جوزاء، انت في مرحلة انتقالية مصيرية، على المستوى النفسي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى العاطفي. في أمنية بتقرب ورزق بيفتح وشخصية بتتكون من جديد. لكن يا جوزاء النجاح الكامل مرهون بحاجة واحدة، إنك تختار نفسك بصدق وتبطل تمشي عكس روحك علشان ترضي حد. ودي كانت قراءتك النهاردة يا جوزاء. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.